السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هوريكم خامة من خامات قماش التنجيد. الخامة دي تنفع لحاجات كتير زي الركنة، الأنتريه، الصالون، كمان كرسي السفرة، ممكن شازلونج، ممكن بانكيت، يعني ممكن يتعمل بيها حاجات كتير. طبعا في خامات كتير مصوراها على القناة في الفيديوهات. برضو خامات كتير تنفع لحاجات ياما، لأن في ناس بتبقى محتارة اشتري ايه يناسب الركنة او اشتري ايه يناسب الانتريه. ففي فيديوهات ياما على القناة ومعظمها خامات تنفع للحاجات دي كلها. الخامة اللي بتكلم عنها النهاردة هي البرنت، وبتكلم عن السادة دوت. طبعا البرنت فيه منه خامتين في السوق، في الخفيف والتقيل. الخامة اللي معايا دي هي التقيلة. بصوا كده لو قربنا من الخامة، شايفين النسيج بتاعها عامل ازاي؟ وطبعا دايما بكرر نفس الكلمة، اني بقرب الخامة قوي من الكاميرا عشان الناس اللي نازلة تشتري تعرف شكل الخامة ايه من قريب. وطبعا ظهرها شبه وشها، مع اختلاف فرق لون او درجة كده ما بين الظهر والوش. وممكن كمان الظهر يبقى الوبرة اللي فيه عالية عن الظهر. ماشي. الوش الظهرة بتاعته بتبقى عالية عن الظهر، يعني بيبقى فيه ريجة كده او فيه رسمة او خطوط اللي انتم شايفينها دي في القماشة، بتبقى ظاهرة وواضحة عن الظهر. لكن لو بصينا كده من بعيد، يعني في الفيديو مش باين ابدا ان الوش مختلف عن الظهر. تمام. مفيش البرنت دايما مفيهوش بطانه، دايما كله نسيج في نسيج، ملهوش بطانه من ورا. طبعا مع اختلاف درجات الالوان بتبقى الكارتيلا موجوده في المحل، وبيبقى فيها كل الدرجات، كل واحد بيختار الدرجه اللي تعجبه. فدي الخامه التقيله زي ما قلت لكم. طبعا التقيل بيبقى الخامه الغاليه بيبقى ثمنها فيها حاجه بتفضل موجوده عندنا، وما بتتنحلش ولا بتوبر ولا الكلام اللي بنشوفه من القماش الرخيص دوت. تمام. الخامة الخفيفة سعرها في المحلات يعني بيبقى في حوالي 65 جنيه أو 70 جنيه، لأن الأسعار دلوقتي زادت. الأول كان عامل 60 جنيه، دلوقتي الأسعار زادت، فسعرها ممكن يكون في حوالي 70 جنيه. أما ديت فسعرها المتر منها ب90 جنيه. بس دايما لازم نتأكد ان اللي انا بشتريه ده الخامة التقيلة مش الخفيفة. طب هتأكد ازاي؟ طبعا الخفيف ببقى ماسكة كده القماشة، حاسة اني ماسكة يعني حاجة شبه الشاش كده او اتقل شوية، خفيفة قوي. التقيلة بمسك كده ماسكة قماشة في ايدي، قماشة مليانة كلها نسيج ومليانة كلها كده، يعني حاسة اني ماسكة قماشة محملة. ماشي. ده بالنسبة للبرنت. ماشي كده، عرفنا سعره وعرفنا كمان الخامتين اللي موجودين منه. وطبعا لما اروح في محلات ممكن تبيع لي الخامة الخفيفة على انه التقيل. ماشي. فلازم أنا ابقى عارفة ايه هو الخامة اللي انا رايحة اشتريها. طيب ده بالنسبة للسادة. طيب انا كده اشتريت الركنة بتاعتي او الانتريه او الصالون. بالنسبه للصالون على فكره القماش دوت ينفع في الصالون عادي جدا لو انا هعمل الصالون بتاعي ساده. بالنسبه للناس اللي هي مثلا البوكيه مش مناسب ليها ماديا يعني، او مش بتحب البوكيه وعايزه تعمل ساده، فالخامه دي هتبقى حلوه قوي في الصالون. البوكيهات اللي هي زي ديت يعني هي طبعا شكلها حلو جدا وبتدي روح كده وشكل للصالون، لكن هي بتبقى فيها تهدير في القماش. ليه؟ لان انا لما بروح ما بشتريش بالمتر زي ما بجيب البرنت او بجيب اي قماشه ساده، لا لما بروح بشتري بالبوكيه. يعني مثلا الصالون بتاعي لو 4 كراسي وكنبه، هجيب 3 بوكيهات للكنبه، ده بالنسبه للظهر، و4 بوكيهات للكراسي. لو انا عايزه اعمل بقى قاعده وظهر بوكيه، فالوضع بيختلف، بعد بقى كام عندي، كام ظهر وكام قاعده، وبجيب على قدهم بوكيهات. يبقى القماش البوكيه ده بيتجاب بالبوكيه مش بالمتر. اما الساده طبعا بيتجاب بالمتر. فالخامه دي زي ما قلت لكم كده هتنفع وهتمشي مع كل الحاجات اللي انا عايزه انجدها. تمام كده، عرفنا سعرها وعرفنا حاجات كتيره عنها. طيب لو انا عايزه بقى اجيب حاجه تمشي معاها، يعني كوشن بقى وعايزه حاجه تنطقها كده، هجيب حاجه فيها الالوان دي. لو انا عايزه حاجه هاديه هجيب فيها حاجه فيها الالوان دي، بس خلي بالنا ما نجيبش الرسمه دي، ما نجيبش الرسمه دي، بس ممكن نجيب الالوان دي، هتبقى حاجه هاديه مع القماشه بتاعتي. طب لو انا عايزاها بقى تنطق اكتر، يبقى هجيب قماشه زي ديت كده، فيها بقى ايه،
كل الالوان كده، تحس ان فيها كل الالوان. طبعا هنا داخلها الدرجه بتاعتي الاصفر اهي، داخلها نفس الدرجه، وفيها بقى الوان كتيره كده، بحيث لما نعمل منها الكوشه اللي هي الترابيع بتاعه الركنه او الانطريه او كده، هتبقى يعني باينه قوي، وهتبقى شكلها حلو قوي. تمام. ده بالنسبه للناس اللي عايزه حاجه زهره كده، وحاجه تنطق الركنه او تنطق الشغل بتاعها جامد. اما لو بتحب الحاجات الهاديه، فاتفقنا ان احنا هنجيب حاجه فيها نفس الالوان. طبعا هي داخلها نفس درجه الاصفر اهي، بس هي هاديه شويه عندي. تمام. طبعا الخامه ديت شمواه، في منها القطيفه. طبعا القطيفه اشكال والوان ودرجات وانواع وحاجات كتيره. بيبقى نازل الكوشنات اللي هي القماش اللي زي ده، بيبقى نازل من القطيفه، بيبقى قماش خفيف شويه، وبيبقى مخصوص عشان الكوشنات، يعني مش هينفع بقى شد وتنجيد والكلام ده. ماشي. دي شمواه مش قطيفه. تمام. فكده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه ويكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو قدروا مجهودنا واعملوا لايك واشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.